تمام كده الصوت شغال. على بركة الله نبدأ. أول حاجة Advanced Life Support ALS. محاضرة لذيذة جدا ومحاضرة من المحاضرات المهمة ليك كناس أو كهيلث بروفايدر. وإن شاء الله تكون محاضرة مفهومة وسهلة. على بركة الله نبدأ. أول حاجة Introduction Definition of ALS Advanced Life Support refer to a set of life-saving protocols and intervention used to treat patient experiencing life-threatening medical emergency. ده بيكون فيها ستاندرد وبروتوكولز وانترفنشن بتستخدم عشان الناس اللي عندها زي cardiac arrest life threatening condition. particularly اهي بيقول لك يعني زي cardiac arrest and severe respiratory distress. Importance of ALS. ALS is a curricle for stabilizing a patient and improve outcome after cardiac arrest or critical illness. ده بقى بعد السي بي ار وبعد البي ال اس، ده بيكون ال ال اس بعد استابلايز. خلاص انت عايز استابلايز للبيشنت وخلاص رجع للكونشوس تاني بعد كارديك ارست. ده بنبدأ اي ال اس. It is typically administered by trained healthcare professionals in emergency setting. مش أي حد بيتصرف، ومش أي حد بيقرر البلان بتاعت ال LS، لازم يكون trained. ALS protocols كل حاجة ولها بروتوكول. ALS protocols are based on evidence-based practice guidelines that outline the steps healthcare provider should follow in emergency. بيكون في guidelines وفي بروتوكول لازم الهيلث كير بروفايدر يمشي عليه ويكون متقن لها. عشان كده لازم تكون واخد سيرتيفيكيشن في ال ALS في ال ALS عشان تعرف تشتغل. أول حاجة initial assessment. أول حاجة primary survey A B C D E F. primary survey. أول حاجة airway ensure airway is clear. breathing assess for adequate breathing. circulation check pulse and initiate CPR if necessary. disability evaluate neurological status. AVBU A alert V verbal B تقريبا مش متذكرها لكن تقريبا A alert V verbal بي response for pain U unresponse. تمام. expose the patient to assess for injury while maintain privacy. أو لازم نشوف ال- التعرض بتاعته متعرض لمشكلة لإنجري أبعدها. سايد ريلز أرفعها، حاجات زي دي كده. family presence. طبعا الاف ديت مش موجودة في كل السيتويشن لكن زودوها من آخر جايد لاينز. family presence consider the emotional support of family member. بيقول لك يعني family member لما يكون موجود ممكن السيتويشن يتحسن أسرع يعني. تمام كده. A B C D E F. تمام. الكارديك مونيتورنج اي سي جي مونيتورنج وديفايبريليشن. اي سي جي مونيتورنج كونتينوس. اي سي جي مونيتورنج تو اسيس هارت ريزم اند ايدنتيفاي اريزميا. طبعا اي سي جي واريزميا محاضرتين من المقرر ان هم يتشرحوا في كورس الامرجنسي كورس، ومحاضرتين هيكونوا صعبين لكن هنحاول ان احنا نبسطهم بأبسط الطرق يعني. تاني حاجة defibrillation. use an AED or manual defibrillator for shock abortism. ventricular fibrillation pulselessness ventricular tachycardia. هو ده بيتكلم عن الحاجات اللي موجودة بتحصل في الاريزميا يعني. في اف او ventricular tachycardia في تي. طبعا الحاجات دي هتعرفوها قدام في محاضرة الاريزميا. آه، تمام. بنعمل اي سي جي عشان نشوف الهارت ريزم وشوف لو في اي امراض من الاريزميا زي الفي اف او الفي تاك. تمام. واستخدم اي اي دي. تمام.
آه، تالت حاجة معانا، احنا أول حاجة قلنا initial assessment A B C D E F، وبعدين cardiac monitoring. ماشي، خلصنا كده. تالت حاجة بقى advanced airway management. أول حاجة ده عشان advanced، فبيكون في حاجات بقى عشان الايرواي. أول حاجة endotracheal intubation AT. تمام. indication for intubation include inability to maintain airway patency, respiratory failure or severe hypoxia، فبنستخدم الاندوتراكيال تيوب. techniques include direct laryngoscopy and use of video laryngoscopy، عشان نشوفها متركبة صح ولا لأ، عشان لما أخش أحطها جوه يعني بيكون في منظار كده صغير بيخش بيه ويشوف جوه هي متركبة صح ولا لأ. تاني حاجة alternative airway devices. supraglottical airway supraglottic airway devices زي ال LMA والكينج LT as alternatives to intubation. دي أجهزة يعني تعتبر advanced عليكم دلوقتي، فمش مهم إنك تعرفها، لكن المشهورة والمتعارف عليها endotracheal tube. Capnography monitor end tidal CO2 levels to perform to confirm proper placement of airway devices and assess ventilation. التايدال فوليوم دي حاجة من الحاجات اللي المفروض تكونوا عارفينها من الميكانيكال فنتيليشن، وحاجات ما هنشرحها إن شاء الله في محاضرة ميكانيكال فنتيليشن. لكن خلينا نقولها سريعا. تايدال فوليوم ده كمية آه، ال- الهواء اللي داخل واللي طالع. هو دلوقتي مش هنعرف نشرحها دقيقا بطريقة دقيقة يعني، لكن احنا هو هنا قصده ال بيقول لك بتشوف الاند تايدال فوليوم سي او 2 ليفلز عشان نشوف هل هي مكانها صح ولا لا، فبنشوف بالكابينوجرافي. تمام. انا بحب بس لو في نقطة فيها كلام كتير فبحب ان انا اتكلم عشان ما بقاش فوتت حاجة. يعني احنا كنا ممكن نقول كابينوجرافي وخلاص وخلصنا الكلام، لكن انا حبيت ان انا احاول ان انا اوصل المعلومة. إيه، عندنا بقى pharmacological intervention. medication used in ALS. epinephrine administered using cardiac arrest to during cardiac arrest to improve perfusion and increase the chances of return of spontaneous circulation. epinephrine. تمام. بنديله epinephrine في الكاردياك arrest عشان improve البرفيوجن and increase chances of return of circulation. اميدرون او لايدوكاين انتي اريزميك ميديكيشن فور مانج سيرتن اريزميا. لو في اريزميا ده بيكون انتي اريزميا، الاميدرون واللايدوكاين. اتروبين بقى يوز فور سيمبتوماتيك براديكارديا. لو في براديكارديا يعني في نبضات قلب صغيرة بتاع قليلة، بنديله اتروبين. مغنيسيوم سلفيت. المغنيسيوم سلفيت ده administered for تروسيد depointed for severe asthma exacerbation. أزمة يعني مفيش أكسجين كفاية، والتنفس shortness of البريس عموما يعني، فده بنوصفه في حالة السيفير أزمة exacerbation يعني تفاقم في العموم. drug administration route IV or IO intraosseous، ده بيكون في العظم. route are preferred for rapid during rapid drug delivery during emergency. ده بيكون during emergency بنديله اي في او intraosseous. تمام. بوست resuscitation care. بعد ما عملنا resuscitation stabilizing بقى. continue monitoring of vital signs and neurological status. administered oxygen and fluid as needed. ماشي. نشوف ال vital signs وال neurological status أو اديله أكسجين وفلويد as needed. target temperature management. بشوف التمبريتشر هيشرحها اهوت. induce the hypothermia to improve neurological outcome in patients who have achieved
ROSC افتر كارديك ارست، دي اللي احنا كنا شفناها ورا، اللي هي بعد سبونتينوس سيركيوليشن. تمام. بيقول لك ايه هي دي، بس عشان بس تكونوا مجمعين الدنيا معاك. بعد ما يحصل بتاع بنعمل هايبوثيرميا عشان improve neurological outcome in patient who has، فلازم نحسن الهايبوثيرميا لو في هايبوثيرميا. تمام. special consideration pediatric advanced life support BALS، difference in assessment and treatment protocol for infant and children. في حاجات متغيرة، يعني مش نفس اللي بيحصل في الانفant نفس اللي بيحصل في الشندرن، لا في حاجات متغيرة. special population consideration for patient with a specific condition pregnancy trauma overdose، لازم أكون عارف السيتويشن اللي أنا فيه، هل هو pregnancy، عشان في كل حاجة هيختلف السيتويشن وهيختلف الأكت بتاعي، يعني التصرف اللي أنا هعمله لازم أكون واخد في الاعتبار الحالة ديت إيه المشكلة اللي هي جاية بيها، أو هي عندها إيه دلوقتي وكده، حصل لها نتيجة كذا، يعني بريجنانسي ممكن يحصل لها اختناق، مثلا تروما كده اوفر دوز، لازم تكون عارف السيتويشن بتاعها. رول اوف ذا هيلث كير تيم داينامكس importance of effective communication and role assignment during resuscitation effort. لازم يكون في communication كويس، ورول انك تعرف تحل دورك انت، الرول بتاعك انك في الريسيتيشن انك تقدر تهندل الدنيا وتقدر تهدي الدنيا وتعرف تتعامل مع المشكلة. defibrillating session، conducting debrief after debrief عفوا debriefing season season conducting debriefs after resuscitation event to evaluate performance and improve further response. لازم اعمل ديبريف، يعني ملخص كده بعد ما عملت ريسيستيشن، عشان ايفالويت البرفورمانس بتاعي وامبروف الفردر الفيوتشر ريسبونسز، عشان ايه؟ بعد ما خلاص انا حصلت السيتويشن بشوف بقى ايه الاخطاء اللي انا عملتها، اتعلم بقى في الفيوتشر بقى اقدر ان انا احسنها، وايفالويت البرفورمانس بتاعي عموما اللي انا عملته في السيتويشن. تمام. كده بإذن الله نكون خلصنا المحاضرة، بس محتاجين إن احنا نراجع سريعا على النقاط الأساسية في المحاضرة. أول حاجة initial assessment، cardiac monitoring، advanced airway management، الأدوية بتاعتي والديفايسز، الديفايسز عموما. تمام. ثالث حاجة، رابع حاجة advanced airway management، خامس حاجة pharmacological intervention. تمام. أول حاجة initial assessment، تاني حاجة cardiac monitoring، تالت حاجة advanced airway management، رابع حاجة pharmacological intervention. تمام. خامس حاجة post resuscitation care، يقول لك بقى دورك ودور التيم مانجمنت وكده. تمام. أتمنى تكون المحاضرة فهمتوها كويس، ولو في أي استفسارات رقم الواتساب موجود وحسابي على تليجرام، وشكرا لحسن الاستماع.